عادات الإنسان هي أخطر عدو له، تستطيع أن تضرب بجذورها تحت الجلد مع مرور الوقت والتكرار المستمر، وتنتقل في الدم لتؤثر على المزاج والشهية والحالة النفسية. إذا كانت تلك العادات غير صحية، فإنها تصبح جزءا لا يتجزأ من السلوك وتستولي على الشخص. على سبيل المثال، التدخين وتعاطي المشروبات الكحولية والمسكنات والمنبهات والمخدرات. تعتبر هذه العادات بمرور الوقت حكومة مستبدة تملك سيطرة تامة على صاحبها، ومهما كان نوع العادة، سواء كانت سيجارة أو كأسا أو مخدرا أو امرأة، فإن الشخص يصبح معتادا عليها. فإذا لم يتمكن من الحصول على هذا النوع من العادة، فإنه سيفقد توازنه العقلي ويبدأ في البحث اليائس عنها. وعندما يتمكن من الحصول على ما يشبع رغباته، فإنه سيشعر بالملل والاستياء، وسيشعر برغبة ملحة في تغيير الروتين وتنويعه، وبالتالي سيبدأ في البحث المجنون عن أشكال وألوان جديدة ليشبع رغباته، فهو دائما في حالة احتياج. يقول مصطفى محمود: أما الذين ابتعدوا بأنفسهم عن هذه العادات ونأوا برغباتهم عن هذه المخالفات، فهم دائما الأسعد حالا، وهم أهل النفوس المطمئنة المتوازنة المستريحة، وهم الأقدر دائما على العطاء والإنتاج والعمل. وكما يقال إن الإنسان عبد لما تعود وعدو لما جهل، والعادات التي تنضبط عليها الهرمونات وتتولف عليها عجلة الحياة يصعب الخروج منها، فهي كالخروج من الجلد واللحم، شاق مؤلم مرير يدمي النفس ويبكيها. فكما قال الشاعر البصيري: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. هذه العادات التي بدأت تتسلل إلينا من التلفزيون والسينما لتتخلل نسيج الحياة كله، وتصنع منها حياة رخوة استمتاعية استهلاكية تأخذ ولا تعطي، حياة حسية دودية عقيمة، حياة سوسها التعود. من أهم النصائح في مواجهة الشهوات هي الترك، البعد والهجر، وغض البصر، ومهاجمة الخواطر قبل أن تهجم عليك، وطرحها وراءك. ابتعد واهجر واترك وغض بصرك. سافر إلى أقصى الأرض، فإذا اشتقت عض على بنانك واصرخ وابكي وغني وأنشد الشعر، واطلب من ربك المدد واشتغل بالصلاة، واعمل طول يومك في عمل منتج مفيد، فالغاية تستحق أن تتعب من أجلها. فهل بدأت معركتك؟ إن لم تكن قد بدأت، فشمر ساعديك وابدأ من فورك قبل أن يعاجلك الأجل، فتموت حيوانا وتحشر مع الحيوان. أطفئ سيجارتك وحطم كأسك، وألقي بزجاجة المنوم من النافذة، وغالب ضعفك واقمع شهوتك، وخاصم شيطانك، وخالف نفسك وقاوم محبوباتك، وتحمل مكروهاتك، وخاصم معشوقتك. لا تكن مع الذين هم في نار نفوسهم يؤججون الأحقاد ويسعرون الفتن، وهم عميان في الدنيا، وهم غدا عميان الآخرة. يقول الإمام الشافعي: إن تغيير العادات السيئة يتطلب القوة والإرادة، وعلينا أن نكون حذرين في تكرار الأعمال السيئة حتى لا تتحول إلى عادة سيئة. الإمام الشافعي يدعونا إلى أن نكون حذرين من تكرار الأعمال السيئة، وأن نكون قويين ومصممين على تغيير العادات السيئة. إنه يلقي الضوء على القوة الداخلية والإرادة اللازمة لتحقيق التغيير، وهو مبدأ يمكن أن يكون مفيدا في جميع جوانب حياتنا. ألا ترى أن الشاب إذا بلغ 20 فإن أحلام المجد والشهرة تراوده؟ تراه يفكر في أن يحتل الصفحات الأولى بقتل الرئيس الأمريكي أو اغتيال البابا، فإذا سألته: لما أطلق هذه الرصاصات؟ قال في هدوء: لأن العالم يسير بطريقة لا تعجبه. أو قال وهو يبتسم: من أجل عيون حبيبتي فقد وعدتها أن أقوم بعمل خارق. ألا ترى أشباه الرجال اليوم يصورون زوجاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي؟ فهذا نوع من العادات التي لم يعد هذا الشاب قادرا على تركها، فهو تعود الحصول على المال السهل بضغطة الزر، ويدعو ذلك نجاحا بالنسبة له. حارب عاداتك قبل أن تستحوذ عليك.